السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناة الساهر الرحال. معلومة أحببت أن أفيدكم بها ولا أخفيها عليكم. هذه المعلومة إخوتي الأحبة من المعلومات المهمة جدا جدا، والجهل بها يوقع بالباحث أو بالدارس لعلم الآثار في متاهات وأخطاء قد لا يدرك مداها البعيد. الإشارة أو الرمز أو المعلم، ولا أسميه إشارة، المعلم الذي سأتكلم عنه وأبينه بالتفصيل إن شاء الله تعالى هو ما يسمى أو حالة من حالات ما يسمى بمربط الناظور أو المنظار، ويسمى أيضا مربط الماسورة لأنه على شكل ماسورة أو على شكل منظار. هذا المربط إخوتي الأفاضل طبعا كسائر مرابط الفرس أو مرابط الخيل له فتحتان، لكن المسافة بين الفتحتين تكون كبيرة قليلا، مثل 15 سنتي أو 20 سنتي، وربما أقل من 15 سنتي قليلا وأقل من 20 سنتي أيضا، ولكنه لا يزيد عن هذا القياس. هذا المعلم أو هذا الثقب يوجد عادة، والذي سيهمنا في هذا اليوم أو في هذا الموضوع أنه يوجد في قمة صخرة، والفتحتان جانبيتان ليستا سماويتان ولا واحدة منهما سماوية. كذلك يوجد من جهة كل فتحة من هذه الفتحات منحدر أو أرض منخفضة، أي لا توجد باتجاه إحدى الفتحتين متصلة بها مباشرة أرض مرتفعة أو منبسطة، بل توجد هاتان الفتحتان على صخرة مرتفعة نسبيا، يعني قد يكون ارتفاعها متر أو أكثر، وحول هذه الصخرة من جهة فتحتي المربط تكون أرض منخفضة، وتكون أمام إحدى الفتحتين مساحة من الأرض المنخفضة كبيرة قليلا، قد تكون 300 متر 400 متر أو مساحة مفتوحة. والفتحة الأخرى قد يكون خلفها تل أو جدار أو غيره أو صخور، لكن المنطقة التي تقع خلف الفتحة الأخرى أيضا يجب أن تكون منخفضة ولو لمسافة متر أو مترين على الأقل. هذا المعلم إخوتي الأفاضل ليس إشارة كنوز، بل هو عبارة عن منفذ في الصخر على شكل أنبوب قصير، يستخدم عادة للمراقبة أو للرماية، وهو حديث نسبيا، يعني عمره قد يكون 150 سنة أو 200 سنة فقط ولا يزيد عن ذلك. كان يستخدمه الذين حفروه للاختباء خلف هذه الصخرة، وإدخال فوهة البندقية، وهو خاص بالبنادق وليس بالأسهم أو الرماح، خاص بالبندقية، إدخال البندقية في هذه الماسورة وإطلاق النار، بحيث يكون الجندي الذي يطلق النار بمأمن خلف هذه الصخرة بشكل جيد. قد يكون هذا المعلم أو هذه الماسورة متواجدة بمرتين أو ثلاثة في الصخرة الواحدة إذا كانت الصخرة
ممتدة، يعني إذا كانت مرتفعة وممتدة قليلا بحيث يختبئ خلفها جنديين أو 3 جنود، فقد يكون أكثر من رامي واحد يختبئ خلف هذه الصخرة، وبالتالي قد يكون هنا أكثر من ماسورة أو أكثر من مربط أو أكثر من ثقب بهذا الشكل. طبعا قطر الفتحتين يجب هنا أن لا يقل عن 6 سنتي ولا يزيد عن 10 سنتي، يجب أن لا يقل عن 6 سنتي ولا يزيد عن 10 سنتي. هذه قاعدة إخوانتي الأحبة. وجد هذا النوع من الرموز أو النوع من المعالم المحفورة في الصخور في بقاع مختلفة حتى من العالم، وليس عندنا فقط في الوطن العربي، بل موجود حتى في دول أجنبية كانت تحدث فيها معارك طاحنة بالبنادق والمدافع وغيرها. أرجو أن يكون الإخوة قد استفادوا من هذه المعلومة العابرة، ولكنها معلومة مفيدة جدا جدا، قد تجلي كثيرا من الغموض عن بعض ما قد يصادفونه بهذا الخصوص وهذا النوع، وبخصوص هذا النوع من الرموز. تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال.